المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم بخصوص حق الأب في استرداد مسكن الحضانة. يا ترى مضمون الحكم ده إيه؟ والقانون كان بيقول إيه؟ وإيه الجديد اللي أتى بيه الحكم؟ السلام عليكم، أنا علي بدر المحامي وده برنامج المستشار. لو أنت أول مرة بتشوف البرنامج فالبرنامج عبارة عن معلومة قانونية جديدة بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقة جديدة. عشان نعرف مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا إيه لازم نعرف الأول القانون بيقول إيه. القانون بيقول إن الحضانة بتكون من سن يوم لسن 15 سنة بالنسبة للولد أو البنت. سن الحضانة ده ممكن يمتد بالنسبة للولد لحد ما يبلغ سن الرشد، بالنسبة للبنت حتى تتزوج، وده بيكون بإذن من القاضي. لكن الأب ملزم بتوفير مسكن الحضانة لحد سن 15 سنة فقط. أما من بعد 15 سنة فهنا الولد أو البنت بيتخير تقعد مع الأب أو تقعد مع الأم. إذا اختار إن هو يقعد مع الأب فالأب هنا من حقه استرداد مسكن الحضانة، والابن أو البنت بيعيش معاه في مسكن الحضانة. أما إذا اختار إن هو يقيم مع أمه فالأم هنا هي المسؤولة عن توفير مسكن لأولادها. ما بيسماش بقى مسكن حضانة لأن الحضانة هنا ما بتبقاش إلزامية، وهي ما بتبقاش حضانة، بتبقى يدها يد حفظ، وبتكون بإذن من القاضي وبتكون يدها يد حفظ. القانون بيقول كده. أحكام المحكمة الدستورية قبل كده صدرت بالمضمون ده، لكن في أحكام صدرت بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية وبالمخالفة للقانون، وبتقول إن الأب ملزم بتوفير مسكن الحضانة بعد سن 15 سنة للصغيرة حتى تتزوج وللصغير حتى يبلغ سن الرشد. والسند في كده إن الحضانة بتمتد بإذن من القاضي. لكن الكلام ده مش مظبوط، لأن لما الحضانة بتمتد بإذن من القاضي بتكون هنا حضانة غير إلزامية، بتكون يد الأم ليست يد حاضنة ولكن يد حفظ، وبيكون من حق الأب إن هو يسترد مسكن الحضانة. وعشان كده صدر حكم المحكمة الدستورية مؤخرا عشان يؤكد حكم القانون ويؤكد أحكام المحكمة الدستورية من قبل. والخلاصة إن الأب من بعد ما بيبلغ آخر طفل 15 سنة من حقه إن هو يسترد مسكن الحضانة حتى لو أذن القاضي باستمرار الحضانة. وخلي بالك آخر حاجة عايز أقولها لك إن إحنا هنا بنتكلم عن مسكن الحضانة، ما بنقولش مسكن الزوجية خالص، لأن مفترض إن هو يكون في طلاق. أما لو علاقة الزوجية قائمة فهنا المسكن بيكون من حق الزوجة ومن حق الأولاد، لأن هنا في علاقة زوجية. الزوج من حقه، الزوجة من حقها إن زوجها يوفر لها مسكن زوجية. لكن في حالة الطلاق بيبقى مسكن حضانة، وبتنتهي مسؤولية الأب بتوفير مسكن الحضانة ده ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 سنة. وسلام.